حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. النهارده هنعمل مع بعض رموش الست او عيون الشهد على حسب كده ما بتسموها. وبدون مبالغه عاوزه اقول لكم ان انتوا تعملوها النهارده باظبط طريقه ممكن تجربوها في حياتكم. مقادير مظبوطه كده بالجرام وبالكوبايه، وهتطلع معاكي بالجمال والحلاوه دي. مرمله كده ودايبه وشاربه الشربات وحاجه كده في منتهى الجمال. فيلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا وصفتنا. ولو لسه اول مره تتابعيني يا ريت ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك للقناه عشان يوصلك كل جديد. ولو بتتابعيني على الفيسبوك يا ريت ما تنسيش تعملي متابعه ومنشن كده لحبايبك عشان يوصلك كل جديد معانا ان شاء الله. في الاول كده هنبدا مع بعض نجهز الشربات بتاعنا. انا عايزه هنا الشربات بتاعي يكون خفيف زي بتاع البسبوسه، فعشان كده هنحضره في البدايه. معايا هنا 2 كوب من السكر، عليهم 2 كوب من الميه، ومعايا هنا عصره نص ليمونه. هرفع كده الشربات بتاعي على النار، في الاول كده على نار عاليه، واول ما يبدا يغلي ههدي عليه كده على نار متوسطه لمده 3 دقايق. وفي اخر دقيقه هضيف كده معايا باكت من الفانيليا. وبكده الشربات بتاعنا يكون جاهز. هنركنه كده على جنب علشان ناخد بقى اللون الخطير اللي شفناه كده بتاع رموش الست اللي شفناه في البدايه. معانا هنا معلقتين من اللبن البودر، هرفعهم كده على النار مع التقليب المستمر على نار هاديه كده لغايه ما يوصل معايا للون الذهبي اللي انتوا شايفينه معايا ده، لغايه ما بياخد اللون الحلو ده، اللون الذهبي. وطبعا الحركه دي اختياريه بس بتدي لون حلو جدا لرموش الست، ولازم نفضيه من الطاسه اللي احنا حمرناها فيها عشان ما ياخدش لون زياده. في الوقت ده هنحضر مع بعض المواد الجافه. معايا هنا 2 كوب من الدقيق، ما يعادل كده 250 جرام. هنزل عليهم بنص كوبايه من دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسه، بس ده دقيق البسبوسه مش الاكياس ده اللي هو السايب. وهنزل هنا باللبن البودر اللي احنا حمرناه مع بعض. ومعايا هنا معلقتين من جوز الهند، وجوز الهند هنا اختياري بس اهم حاجه تكون ناعمه. نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، وبلاش نكتر هنا او نزود في البيكنج باودر زياده عن اللزوم، وعشان مش تشقق معانا. وطبعا مش هننسى رشه الملح. هقلب بقى كل ده كده مع بعضه واركنه كده على جنب. معايا هنا البوله بتاعتي اللي هعجن فيها او اللي هجهز فيها بقيه المكونات. معايا هنا 2 بيضه، معايا بيضتين خط بيضه وبيضه كامله وبياض بيضه، وسبت كده الصفار على جنب. وهنزل طبعا طالما في بيض يبقى هنزل كده بالفانيليا. صفار البيضه اللي احنا ركناه ده هنستخدمه بعد كده. ومعايا هنا نص كوبايه من السكر البودره. ومعايا هنا الماده الدهنيه عباره عن كوبايه الا ربع سمنه على زيت. انا استخدمت هنا نص كوبايه من السمنه على ربع كوبايه من الزيت. السمنه هنا بتخلي كده رموش الست معايا دايبه وفي نفس الوقت كده مرمله، اما الزيت بيديلها كده تماسك وبيخليهاش كده تشقق معاك وتبقى متماسكه مع بعضها. انا بقى استخدمت كده المضرب اليدوي هخلط كل المكونات دي كده مع بعضها لغايه ما تديني كده قوام كريمي شويه، وفي نفس الوقت ما يكونش فيه اي تكتلات من السكر البودره. هنزل هنا بقى بالمواد الجافه اللي احنا حضرناها مع بعض في الاول. كده انا هجيب الاسباتيوله بتاعتي وهقلب كده. في الاول كده هفضل اقلب كده بالاسباتيوله بتاعتي لغايه ما كل الخليط ده يدخل مع بعضه ويندمج كده مع بعضه. عاوزه اقولك ان رموش الست ما فيش فيها اي نسبه سوائل خالص هنستخدمها، لان طبعا لو استخدمت اي سوائل تطلع معاكي ناشفه جدا. فانا طبعا كده لما لقيت الخليط بتاعي بدأ يتقل هبدأ بقى كده اعجنها بايدي. هي مش عجنه قوي، لا انا بقى بلمها كده على بعضها لغايه ما تديني كده عجينه ناعمه. طبعا هتلاقيها كده مفتته معاكي ومش راضيه تتلم، ما تضيفيش اي سوائل خالص. هي بس كده عشان السمنه بتاعتنا والسقعه فتحس ان الماده الدهنيه متماسكه. اول ما تلاقي كده الماده الدهنيه ما بين ايديك وبتاخدي كده قطعه ما بين ايديك تدمجيها وتعملي بصمه كده في النص، ما فيش اي تشققات، يبقى احنا كده تمام. كده العجينه بتاعتنا جاهزه. هجهز الصاج بتاعي. انا معايا هنا الصاج اديت له كده دهنه بسيطه من السمنه، وبلاش نبالغ كده في كميه السمنه بتاعتنا عشان كده مش تفرش معاكي او تفكك من بعضها. انا باخد كده بقى جزء كده من العجينه وادمجه ما بين ايديا وبطط كده بحيث ان هي تاخد السحبه بتاعت رموش الست، سحبه العين كده. طب دلوقتي في حد ممكن يسأل، طب انا دلوقتي لو انا بعجنها وحسيت ان هي برضو لسه مش عايزه تتلم معايا او لسه القوام بتاعها متفتت، هنضيف بس معلقه سمنه بسيطه بس، مش هنضيف اي سوائل خالص. رموش الست مفيش فيها اي سوائل خالص بتضاف لها. انا هخلص بقى كل الكميه اللي معايا.
هو طبيعي طبعا هتلاقي فيها كده ايه تشققات بسيطة عشان الترميلة بتاعتها، بس مش تشققات مبالغ فيها. انا كده كنت خلصت كل الكمية اللي معايا. بجيب كده شوكة وبديلها كده بس ايه خط بسيط خالص عشان تاخدوا بس الشكل ايه المتعارف عليه. في الوقت ده انا مشغله الفرن بتاعي على درجه حراره 180. هتدخل كده في الرف الوسط على درجه حراره 180. بلاش كده واحنا بنعمل خطوط بالشوكه بتاعتنا نضغط قوي عشان برضو ايه ما تفكش معانا او تعمل تشققات زياده عن اللزوم. ده بقى صفار البيضه اللي احنا كنا سايبينه في الاول، ضفت عليه كيس كده من الفانيليا وهبدا ادهن بيه بقى ايه رموش الست. طبعا الخطوه دي مفيش مشكله تقدري تستغنى عنها لو انت مش فارق معاكي اللون اللي تاخده. فالخطوة دي اختياري، تقدري تستغنى عنها لو مثلا اللون بالنسبة لك عادي مفيش اي مشكلة، بس هي بصراحة بتدي لون حلو جدا لرموش الست. فانا هدم بقى كل الكمية معايا وادخلها الفرن. طبعا بشغل لها الفرن من تحت الاول على درجة حرارة متوسطة. اول ما بتاخد كده اللون المطلوب من تحت بعد كده بشغل لها الشواية. بتطلع معايا بالجمال والحلاوة دي ما شاء الله، زي ما دخلت زي ما خرجت، ما نفشتش كده ايه اللي هو نفشة زيادة عن اللزوم. هي دوبك بس بتعمل قاعدة كده لنفسها وبتطلع معانا بالجمال والحلاوة دي. طبعا الشربات بتاعي انا دفيته حاجه بسيطه خالص. طب ليه انا مش بسيب مثلا الشربات يكون ساقع؟ لو ساقع قوي زياده عن اللزوم او خارج من التلاجة هي رموش الست مش هتعرف تشربه، ولو سخنه قوي هتتفكك معاكي. فهو يكون دافي بس حاجه بسيطه، وانزل كده بقى بكميه الشربات اللي معايا. وبعد ما بخلص اي كميه الشربات اللي انا حطيتها انا بغطيها. طبعا تقدري تغطيها كده بقى ايه بصاج عندك او اي صينيه. انا غطيتها بورق فويل كده واسيبها كده لغايه ما تتشرب الشربات بتاعها. هتطلع معاكي بقى بالجمال والحلاوة دي ما شاء الله. الطعم والريحة خطيرة جدا، مرملة وناعمة وطرية. وصفة جدا سهلة وبسيطة، ان شاء الله تعجبكم واتمنى تجربوها. عايزة اقول لكم كمان وانتوا اصلا بتعملوا المقادير وبتدمجوا كده وهي لسه طرية، والله العظيم ريحتها خطيرة جدا. فيا رب الوصفة تكون سهلة وبسيطة واتمنى تعجبكم. يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد، واشوفكم في فيديوهات جاية جديدة ان شاء الله. اشوفكم على خير.